مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين انا في مطعم ام البنات اللي هو انا النهارده عامله لكم عرض حلو قوي. بس قبل العرض عايزه اقول لكم للناس اللي بتقول الحاجه غاليه عندك، عايزه اوريكم اغلى حاجه عندي عامله 160 جنيه بس كده. 160 جنيه عباره عن ايه؟ طبق مكرونه سي فود فيه جمبري وفيه فلي وفيه سبيط. ده في اغلى في ارخص من كده بذمتكم، انا راضيه ذمتكم يعني. وكمان عشان اثبت لكم ان احنا حاجتنا رخيصه هقدم لكم عرض النهارده حلو قوي. كنت عامله عروض وخلصت الحمد لله، وكانت الناس كلها مبسوطه منها، ودي تاني مره نعيد فيها العرض بتاعنا. تعالوا مع بعض كده نشوف. ده معانا طبق مكرونه جمبري لارج. هتاخدي من الطبق ده هتاخدي اتنين، وهتاخدي معاهم ربع كيلو جندفلي، وهتاخدي معاهم الطبق السلطه الجميل ده اللي فيه فلفل وفيه جرجير وفيه خس. دول عاملين 300 جنيه. الطبق اللارج الكبير فيه جمبري طبقين من ده معاهم ده ومعاهم ده عاملين 300 جنيه العرض بتاعنا. يلا الحقي معانا العرض التاني من ام البنات. سيف هيقدمه لنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. معانا طبق لارج رز بالجمبري زي ما انتم شايفين كده، ومعاه الطبق ده هناخد منه اتنين. اللارج هناخد منه طبقين، وهناخد منهم ربع كيلو من الجندفلي، وهناخد معاهم طبق السلطه القمر ده فلفل وجرجير وخس وكمان ليمون. الطبق ده عامل معانا 260 جنيه. اللارج الكبير ده طبقين من ده، هتاخدي اتنين من ده وربع من ده. ده ربع كيلو من الجندفلي على فكره. الطبق ده والعرض ده مستمر لمده 3 ايام بس، وب 260 جنيه بس. ومعانا العرض الثالث يا بنات زي ما انتم شايفين. معانا 3 سندوتشات بسعر المنيو، ومعانا وعليهم كمان ربع كيلو من الجندفلي وطبق السلطه اللي انتم شايفينه الجميل ده. ممكن تاخديه جمبري وتاخديه سبيط وتاخديه فليه، ممكن تاخديه جمبري، ممكن تشكلي زي ما انت عايزه. تمام كده. الثلاثه بسعر المنيو، وعليهم الطبق ده ربع كيلو من الجندفلي وطبق السلطه اللي انتم شايفينه ده. ده ثالث عرض معانا النهارده. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده ما قلت لكم يلا بينا ننزل على المطعم هناك، علشان في صنف جديد دخل معانا المطعم النهارده اللي هو ايه بقى؟ الحاجه الحلوه. دخلنا للمكان حاجه حلوه جنب الاكل، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. حاجه حلوه قوي كلكم على ما اظن بتحبوها، بس لسه هسخنها معاكم زي ما انتم شايفين. احاول اجيبهم كلهم هنا وارصهم معاكم. ده ايه؟ اكيد كلكم هتعرفوا. ده سينابول يا جماعه، ده سينابول بالقرفه حلو قوي. معانا طبعا الشوكليت بتاعه اهو بس لسه هنسيحه. دي هتبقى ان شاء الله موجوده معانا الفتره الجايه باذن الله. طبعا سعرها هتعرفوه لما اسيب لكم رقم التليفون تحت في اول تعليق مثبت عشان تخشوا تشوفوه. هبصهم لكم كده. طبعا اي حد هيعوزها هتسخن في الميكروويف، وانتوا كمان لما تحبوا تاخدوها في البيت هتسخنوها برده عندكم. في صوص ثاني يعني بقول لك تقول لي لا اهو. ده صوص كراميل وده صوص شوكولاته. تمام كده. اللي هيعوزها بالشوكولاته ولا هيعوزها بالكراميل. طبعا انتوا عارفين اسعار السينابول بره بتبقى عامله ازاي، اسعار فوق الخيال. لكن ده سينابول بيتي حلو جدا، هنجربه مع بعض ان شاء الله الفتره الجايه. وانا اول واحده هجربه معاكم دلوقتي. هنشوف دلوقتي اهو ان شاء الله. وهو كان جاي طازه بس انا اللي اتاخرت شويه عشان اصوره لكم. عايزه تطلبيه مع الوجبه تطلبيه، عايزه تطلبيه لوحده هيروح لك لحد عندك. وزي ما انت شايفه كده متغلف، هتبقى كل علبه متغلفه لوحدها بالمنظر ده. هفتح لكم واحده دلوقتي ونجربها مع بعض، بس هسخنها الاول في الميكرويف عشان ما تبقاش ايه. طبعا انتوا عارفين السينابول بره عامل كام، بيعدي السعر بتاعه بيعدي 180 و182 و200 جنيه كمان. دي الكبيره بتاعت السينابول هجربها معاكم دلوقتي اهي. ده الحجم الكبير اهو. ريحه القرفه بقى فيه. بصوا الشكل، تعالوا نشوف الشكل الاول كده زي ما انتم شايفين. بصوا الحجم بتاعها كبير ازاي، والسعر بقى مش هتصدقوا. لما تتصلوا بالتليفون هتعرفوا السعر. عجبكم تاخدوا، ما عجبكوش مفيش اي مشكله خالص، بس انا حبيت ان انا اوريه لكم اهو. طبعا مش هتاكليه ساده كده، انت بتحطي عليه زي ما انت عايزه. عايز تحطي عليه صوص الكراميل هتحطي، عايز تحطي صوص شوكولاته هتحطي. هيوصلك مغلف زي ما انت شايفه بالاسترتش لاب وبالغطا بتاعه وبالشوكه بتاعته. هيوصلك مع الوجبه او من غير الوجبه عادي خالص. تقدري تاخديه لوحده وتقدري تاخديه حاجه حلوه يعني جنب الوجبه. كلنا بنحب السينابول وبنروح ناكله في اماكن معينه عشان طعمه. انا هسخن دي دلوقتي وهجرب معاكم الصوصات وهقول لكم رايي بصراحه. انا طبعا مش اول مره ادوقه من عندها، كان كذا مره يعني دقته عندي في البيت، بس المره دي ايه قلت نجرب معاكم وانا كمان. هسخنه وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات احنا سخنا اهو في الميكروويف السينابول بتاعنا، ريحته رهيبه. هنحط واحده عليها صوص الشوكولاته اهو. طبعا هتوصلك انت هتقولي ان انت عايزه صوص الشوكولاته ولا عايزه كراميل. انا هحط واحده عليها شوكولاته اهي وواحده عليها كراميل. تمام.
والله الحته. طب ايه رايك يا مش سامي يعني مش سامي يا امير؟ امير الشهر يا جماعه عندنا في اليوتيوب والله. ادي صوص الكراميل اهو. تقدري برضو تحطي الاثنين عليها، يعني تقدري تحطي ده وتحطي ده، انت بطلبك انت بقى. تمام. والسعر والله يا بنات خيال، غير بره خالص واقل بكتير بكتير بكتير. بس انا مش عايزه اقول لكم عشان تشتاقوا وتتفرجوا وتطلبوا تشوفوا الاوردر يعني. بصوا نقدر نحط عليها برضو الاثنين مع بعض، مفيش مشكله. تقدري تحطي ده وتقدري تحطي ده. هندوق مع بعض دلوقتي ونقول راينا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا عايزه سكينه بس انا هقطعها كده. بصوا طريه جدا جدا. طبعا محشيه، طبعا معروفه ان السنبل بالقرفه اهو. باين. والله تحفه. انا عايزاك تاخد الطبق ده يا امير، تدوق انت كده وسيف مع بعض. عارفين انا بعز اسم سيف قوي والله. عارف ليه ولا مش عارف؟ عشان ابني الله يرحمه كان اسمه سيف، ربنا يديك العمر يا رب. رهيبه والله العظيم. طعمها تحفه بجد بامانه والله، ما عشان عندي والله لو ما كانت طعمها حلو وطازه انا ما كنت دخلتها المكان تماما. بس انا قلت حاجه حلوه تقدري تيجي الصبح تفطري بيها، تقدري في اي وقت تيجي تاخديها مع حاجه ساقعه، تاخديها في البيت تشربها حاجه سخنه اللي انت عايزاها. طبعا احنا في صيف، عايزاها تاخديها ساقعه زي ما هي. في ناس بتحبها ساقعه زي سيب اللي باكلها ساقعه، بس انا عن نفسي لما بخش اي مكان بحب اكلها سخنه عشان ما احسش ان هي ايه. ما تاكلش حاجه بارده بجد، تحبها سخنه برضو؟ اي حاجه سخنه، ما تاكلش اي حاجه بارده. طب بص يا امير تعالى، انا هديك الطبق ده وخد شوكه ودوق وانت قاعد ورا الكاميرا كده، وبامانه عايزه رايك. يلا بينا. تمام. خلاص انت طلعت في كل الفيديوهات يعني ايه. هات الراجل ده يا عم، هات الراجل ده. يلا تعالى دوق كده وقول لي رايك. دول ولادي يا جماعه عشان تبقوا عارفين يعني، ماشي؟ عشان تبقوا بس فاهمين يعني. بسم الله. يعني احنا هنا كلنا اهل لبعض. دوق وتقول بامانه. ها مش همسحها الحته دي حتى لو ما عجبتكش. امير اول مره يدوقها متهيألي صح؟ اول مره ادوقها. هي صعبه شويه في تقطيعها زي السكينه بس ماشي هنمشيها. لا لا خطيره، لا بجد خطيره، لا بجد حلوه قوي. بصي محشيه ولا سخنه قوي ولا ساقعه قوي، حلوه تتاكل على فكره، وكبيره وحجمها كبير وسعرها مش هتصدقوا. ما عدتش يعني، ما عدتش خالص. احنا في سينابون زي ما بقول لكم خطيره خطيره خطيره. في سينابون انا باكل دي ب 182 جنيه الكبيره، والصغيره ب 122 125 حاجه زي كده. طبعا كلكم عارفين لو دخلتوها اكلوا. دي بقى سعرها خيال. اتصلوا بقى بامير هيرد عليكم على التليفون الارضي، هسيب لكم رقم في اول تعليق مثبت، امير او سيف هيرد عليكم، تقدروا تاخدوها وتوصل لكم لحد البيت، او تقدري تيجي هنا المكان تاكليها، او ممكن تاخديها مع ساندوتش، او ممكن تاخديها مع رز، او ممكن تاخديها مع مكرونه. صح بالظبط كده. او الفرضانيه عادي براحتك. امير الشهر اكتر مني يا جماعه. الناس كلها عماله تكتب لي مين امير ده، يجي مين امير. امير يا جماعه هو مدير المكان هنا، هو وسيف، وبصوا هم اخوات يعني مع بعض كده. يلا بينا بقى ايه كده الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. بحبكم جدا في الله. والطلب الاوردر زي ما قلت لكم الرقم في اول تعليق مثبت، تقدروا تتصلوا هتجيلكم الحاجه مغلفه زي ما انتم شايفين كده. بس هنحط لكم الصوصات عليه قبل ما تمشي. هتحبي صوص كراميل ولا هتحبي صوص شوكولاته؟ بس كده يلا بينا. وكده حبايب قلبي تعالوا نشوف مع بعض طريقة المكرونة السي فود اللي احنا بنعملها مع بعض في المطعم، طريقة زي ما بعملها في البيت بالظبط وزي ما انتوا شفتوها عندي على القناة التانية. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة حطينا الزبدة بتاعتنا اللي هي النيوزيلندي، وحطينا شوية من الزيت، وبعدين نزلنا بالدقيق. هنحمر كل الكلام ده مع بعض الأول، وبعد كده نشوف مع بعض هنكمل مع بعض ازاي. ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم. هنا بقول لكم طبعا يا مرحب يا مرحب. طبعا استقبلوا لكم المقدمة بتاعتي اللي هي في أول الفيديو دايما بقولها لكم، اللي هي ايه العوافة عليكم. وحشتوني وبقالي كتير ما نزلتش معاكم فيديوهات، بس حبيت اجمع لكم المقاطع مع بعضها وانزلها لكم في فيديو هنا على القناه عشان نحيي القناه تاني من اول وجديد. يلا اللي لسه ما اشتركتش في القناه يلا اشتركي معايا، حطي اللايك وحطي الكومنت الحلو اللي دايما بيسعدني منك، عشان ناخد بقى الدرع في القناه دي. بقالنا كتير قوي ما اخدناش فيها الدرع يا جماعه، عايزين ناخد الدرع، بقالنا كتير قوي ما شفناهوش من القناه التانيه. زي ما انتم شايفين عملنا الطريقه اللي انا بعملها معاكم في البيت بالظبط بالملي بكل حاجه فيها. هنا حطينا شويه فلفل اسود، وحطينا كمان كريمه، وهنا حطينا جبنه موتزاريلا، وهنقلب بقى كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. الحمد لله كل حاجه بنعملها زي ما بعملها في البيت بالظبط، ونفس المنتج ونفس كل حاجه، مفيش حاجه. بصوا شايفين القوام بتاع البشاميل عامل ازاي؟ بصراحة والله العظيم طعمها وهم وهم وهم. طبعا كنا احنا حمرنا الجمبري وعملنا كل حاجة، ودي تتبيلة السبيت. الجمبري هي تتبيلة واحدة عندنا في المكان زي ما انتم شايفين كده. بننزل بالسبيت في التتبيلة ونسيبه شوية، وبعد كده بنبدأ ان احنا نحمره في الزيت،
وهتشوفوا دلوقتي تتبيله حلوه قوي، طعمها جميل، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. ادي الكريمه اللباني بنحطها. في اي مطاعم تانية مش بيستعملوا كريمه لباني عشان خاطر التكلفه والكلام ده، لكن انا والله بحط زي ما بحط في بيتي. ادي الكريمه اللباني اللي بجيبها في البيت، والجبنه الموتزاريلا بتاعت روما، وبرده دي بتاعت روما. هنا بقى بدأنا نحضر السندوتشات زي ما انتم شايفين. ده الباتيبان الكبير اللارج، بنحط فيه كده الجمبري، وبعد كده بنحط الطحينه زي ما انت عايزه. الطحينه بره السندوتش او داخل السندوتش زي ما انت عايزه. في ناس بتحبه بالجرجير وفي ناس بتحبه بالخس. طبعا ده كان مطلوب مننا، بس كان مطلوب بالخس. نبدأ نحط الصبيط بتاعنا زي ما انتم شايفين. الصبيط بلدي والجمبري بلدي وكل حاجه بلدي الحمد لله، ولا في ريحه زفاره، ولا عمر حد اشتكى من ريحه الزفاره عندنا ولا اي حاجه خالص. فحبيت انزل لكم الفيديو على القناه هنا عشان اللي ما شافش يشوف. هنا بقى المكرونه خلاص اتحطت، وهتحط عليها البشاميل. وزي ما انتم شايفين بنحط اهم حاجه في المكرونه، بنحط الشبت. الشبت ده بيديها طعم حلو قوي. هنا بقى نزلنا بالمكرونه زي ما انتم شايفين كده. طبعا جواها الجمبري. طبعا انت عايزاه بالسي فود يبقى جواها جمبري وسبيت وسمك فيليه. انت عايزاه من غير الكلام ده بجمبري بس، في عندنا بجمبري بس، في عندنا بالثلاث حاجات مع بعض، يعني اللي هي السي فود مع بعض. تمام كده. بعد كده بنحط بقى حاجتنا، وبعد كده بنحط الجبنه الموتزاريلا من فوق الوش. وبعد كده بندخلها مش في الميكرويف. احنا عندنا حاجه زي الميكرويف كده بتحمر وش بس، لان طبعا كل اللي فيها مستوي. بنحمر بس الوش. عايزاكم بقى كل اللي مشتركش معايا في القناه، طبعا هنزل لكم على المنتدى عندي، عشان كل اللي مشتركش في القناه الكبيره يخش على القناه الصغيره يشترك فيها، عشان ان شاء الله هبدا اشتغل عليها باذن الله. وتشوفوا ان شاء الله احلى حاجه ان شاء الله انزلها لكم. انا بقالي كتير جدا مقصره معاكم، بس والله غصب عني ما كنتش قادره اصور هنا ولا هنا. على فكره ما نزلتش فيديو على القناه الكبيره النهارده، بس قلت اعوضها لكم وانزلها هنا. اللي عايز يجي من هناك يتفرج علينا هنا، اهلا وسهلا بينا، وتبقوا منوريني ومشرفيني، والعيله بتاعتنا تزيد بيكم باذن الله. حطينا بقى الجبنه الموتزاريلا زي ما انتم شايفين، الكميه نفس الكميه اللي بتطلع، مش عشان التصوير خالص، ده كان طبق طوله. ودي المكرونه بتاعتنا. اشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا.